في البداية ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وباشتراكك في القناة، وعلشان يوصلك كل جديد بنقدمه ما تنساش تفعل زر الجرس. مفاجأة صادمة وموقف صعب لمصطفى محمد. تأكد بشكل رسمي هبوط فريق نانت الفرنسي المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي بعد موسم صعب للغاية عاشه الفريق في الدوري الفرنسي. وجاء هبوط نانت بعد خسارته أمام فريق لانس في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الفرنسي، وهي النتيجة التي أنهت آمال الفريق بشكل رسمي في البقاء ضمن أندية الدوري الممتاز. الفريق الفرنسي دخل المباراة وهو محتاج لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل التمسك بفرصة البقاء، لكن الأمور لم تسير كما كان يتمنى جمهور نانت، ليجد الفريق نفسه رسميا خارج دوري الأضواء بعد موسم مليء بالنتائج السلبية والتراجع الكبير في الأداء. وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري مصطفى محمد لكن بشكل متأخر بعدما دفع به الجهاز الفني كبديل بداية من الدقيقة 84 في محاولة لتنشيط الخط الهجومي وإنقاذ الموقف، إلا أن الوقت لم يكن كافيا لتغيير النتيجة. أما بالنسبة لمصطفى محمد فمن المنتظر أن تثار العديد من التساؤلات حول مستقبله خلال الفترة المقبلة، خاصة أن اللاعب يمتلك عروضا واهتماما من أندية أخرى وقد لا يستمر مع الفريق بعد الهبوط لدوري الدرجة الثانية. ويعتبر مصطفى محمد واحدا من أبرز اللاعبين المصريين المحترفين في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، لذلك ينتظر الجمهور المصري معرفة خطوته القادمة سواء بالاستمرار مع نانت أو البحث عن تجربة جديدة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.